السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، أهلا بكم في الحلقة الخامسة من برنامج تذكرة للجنة. النهاردة في جرعة جديدة من جرعات الدواء علشان نستخدمها ونطهر بيها قلوبنا ونقوي بيها قلبنا ونتدرب علشان نقدر نرفض المعصية التي تعرض علينا. أول حاجة، المرة اللي فاتت تكلمنا عن القرآن الكريم وكيف نتفهم بالقرآن الكريم. أما النهاردة فخلونا نبدأ يعني الحلقة بتاعتنا النهاردة بقول للإمام أو سيدنا أبو قدامة، وهو يعني بيقول إيه؟ إنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة الشيطان الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشراب، وما دامت أرض الشهوات خصبة فالشياطين تتردد على هذا المرعى. وبعد كده يقول لك ايه؟ وبترك الشهوات تضيق عليهم المسارات، او على الشياطين المسارات. هو هنا بيتكلم عن ايه؟ ايه هو اللي بيقهر او بيقهر عدو الله، وان استخدام الشياطين بيستخدموا الشهوات علشان يتحكموا فينا. فاحنا كده هنتكلم النهارده عن الجوع الشافي، وهو عن الصيام. هنتكلم النهارده عن الصيام، وهنشوف هو ليه الصيام تاني جرعة من جرعات الدواء هنستخدمها علشان نشفي قلوبنا والقلب المريض يبدأ يتعافى ويشفى من أمراض الذنوب والمعاصي. أول حاجة، لأن الصيام حرية. الصيام حرية. نعم، يعني الصيام أنت بتتحرر من غرائز والشهوات التي يعني بتمسك قلبك وتأسره وتقيده. الأكل والطعام والشراب والنوم دي كلها شهوات وغرائز جواك انت حيوانية، فانت بتحاول تنميها او تشبع حاجاتك. فانت بتستخدم الطين اللي هو الاكل اللي هو طالع من الطين علشان تغذي بيه الطين اللي هو احنا برضو. فبتحط طين على طين، ومفيش اي علو في الروحانيات او الايمانيات. فانت لما تيجي تصوم فانت بتمنع نفسك عن الشهوات، سواء كان طعام او شراب او علاقات زوجيه محلله. فانت بتمنع نفسك ده كله عن ده كله، وبعد كده بتروح وتنطلق مع ربنا سبحانه وتعالى، بتسمو بروحك مع الملائكه لربنا سبحانه وتعالى. خلاص انت كسرت كل قيد، كسرت كل حاجز بينك وبين الشياطين علشان، او بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان توصل له وتروح له. وبرضو تاني حاجه، ليه الصيام هو يعني العلاج الشافي؟ علشان هو تدريب للنفوس. تدريب للنفوس، وسيله تدريبيه. انت بتعمل ايه؟ انت بتستخدم كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى زي طعام وشراب محلله ليك، ومره واحده لما تيجي تصوم بتبعد عنها. فهنا انت بتبعد نفسك عن المحلل ليك علشان بعد كده تتدرب على اللي انت تبعد عن المحرم. تاني، انت مش بتاكل ولا بتشرب، فده حلال، حاجات محلله، انت بتمنع نفسك عنها. فانت صاحب اراده وعزيمه تقدر تدفعك اللي انت تكف اللسان عن الشتم والسب، تكف الايدي عن الاذى والبطش، تكف البصر عن النظره الخائنه والمحرمه. انت بتستخدم الوسيله اللي هو الصيام علشان توصل للغايه، وهو اللي انت تبعد عن المحرمات. وبعد كده بيقول لك هو التدريب ليه؟ بيقول لك انت ساعتها اما تيجي تقعد فتره طويله مثلا من بعد الفجر لحد المغرب مش بتاكل ولا بتشرب، ولو انت متزوج مش بتمارس اي علاقات زوجيه، فانت ترك ده كله. اذا فانت تيقنت ان انت صاحب قوه او قدره واراده. القدره والاراده، انت صاحب القدره والاراده التي تمكنك ان انت تبعد عن الشهوات والحاجات اللي ربنا حرام عليك. فانت عرفت تبعد عن الطعام والشراب اللي هو المحلل، فانت اذا صاحب قدره وعزيمه واراده هتمكنك من ان انت فعلا تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى حرمه. اذا فالصيام هو تاني جرعه من جرعات الدواء، لان هو بيحرر قلبك من الغرائز ومن الشهوات. تاني حاجه هو تدريب للنفوس. وكمان بيقول لك
إن يعني الإمام ابن تيمية يقول إن أسر القلوب أعظم من أسر البدن. أسر القلوب أعظم من أسر البدن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لو أنت بدنك جسمك مسجون موجود في السجن وقلبك لسه سليم ومتعلق بربنا سبحانه وتعالى، فده عادي. بالعكس دي فرصة ان انت تغتلي بربنا سبحانه وتعالى وتعبده في خلوة، ودليل الإخلاص. أما أسر القلوب فهو الذل والمهانة. أسر القلوب فهو الذل والمهانة. انت بقى أصبحت مذلول. لو كنت كمان مذلول أو متيمم بغير الله، انت بتحب غير ربنا سبحانه وتعالى، فأصبحت مذلول وعبد ليه. عبد البنت اللي انت بتحبها مش عارف تبعد عنها، عبد للسجاير مش عارف تبعد عنها. معلش انا اسف، بتشوف الشباب في الجامعات يبقى يعني شاب طويل عريض وتلاقيه بيقعد يبص على البنات ومستني اي بنت تبص له تضحك له، مع انه راجل يعني مذلول ليه علشان تضحك له وتبص له. واحد تاني مذلول للسجاره، مش معاه فلوس يجيب سجاير فتلاقيه مذلول للسيجاره. اما الصيام فانت تدرب نفسك ان انت تبعد عن الحلال علشان بعد كده تعرف تبعد عن الحرام. خليني اقول لك ان الحريه هي حريه القلوب، والعبوديه هي برضه عبوديه القلوب. الامام ابن القيم بيقول لك ان الصيام له تاثير عجيب على الجوارح الظاهره، على شكلك، على جوارحك الظاهره، وعلى القوه الباطنه اللي جواك. ليه تاثير برضه عجيب، طبعا تاثير ايجابي. بيقول لك ان هو بيبني عنك كل المواد الفاسده التي لو استولت على النفوس لافسدتها. كل حاجه بتحاول تدخل لك او تكون مدخل للشيطان الصيام بيمنعها عنك. اي حاجه. فدي فائده الصيام. اول حاجه انت بتحرر قلبك من قيد الغرائز والشهوات. تاني حاجه انت بتدرب نفسك على انك تسيب الحلال علشان بعد كده انت بتسيب الحرام، انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. ثالث حاجه وهو صناعه النفس الذلول. صناعه النفس الذلول. ساعات الواحد منا اما يجي كده يشوف معاه الاكل قدامه واكل كتير والوان واشكال وشكله حلو وقوي، فتلاقيه يبدا يتكبر وينسى فضل ربنا عليه ونعمه ربنا عليه. ولكن لما يجي هو الساعه 8 الصبح ولا 9 وهو صايم جعبه محتاج ياكل، هيعمل ايه؟ يبدا يفتكر نعمه ربنا عليه. هو لو ما كانش فيه اكل انا هبقى عامل ازاي؟ تخيل لو قعد واحد 3 ايام مش بياكل هيبقى حاله عامل ازاي؟ فانت هنا فعلا بتمرن نفسك وبتشوف انا من غير الطعام ومن غير نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا انا هبقى عامل ازاي. واذا تواضع العبد استقام، واذا استقام شوفي او عوفي مما كان يعني يجعله يتكبر ويغترب نفسه. يبقى اذا تواضع العبد او اذا علم العبد نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه تواضع، واذا تواضع استقام ومشي صح، واذا استقام عوفي من كل مرض كان بسبب له الفخر والكبر، وان هو كان فاكر ان هو يعني ان الطعام ده هو اللي جايبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد كل طعام كان يقول لك الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. انا ماليش دعوه، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي انعم عليا بالطعام ده، مفيش اي حد تاني. فانت ما تيجي تجوع وخلاص يعني فضلت لسه 3 ساعات وانت مش لاقي اكل، انت تعرف نعمه ربنا عليك اللي هو انعم عليك بنعمه الطعام، وتحس وتستشعر الناس اللي عندهم مجاعات وبيقعدوا 3 4 ايام 5 ايام وبعد كده بيموتوا من كتر ما خلاص الجوع اتملك منهم ومش عارفين يلاقوا اكل. يبقى ثالث حاجه صناعه النفس الذلول، انت بتذل نفسك وتكسر نفسك. واحد الامام ابن حنبل راح عند واحد اسمه ابو اسحاق كان مختبئ عنده، فبعد كده الامام ابن حنبل طلع من بيت الراجل ده وقال لي انا مش طايق العباده اللي هو بيعبدها. هو بيعبد ربنا كتير جدا لدرجه ان هو خلاص كان في لحظات الموت سكرات الموت، وبعد كده بيسال ابنه بيقول له هو خلاص هو الوقت الغروب جه يعني المغرب اذن، فقال له لا لسه يا ابي. قال له يعني ابنه بيقول له يا بابا انت المفروض تفطر، بس كان لو كان فرض فانت مباح ليك ان انت تفطر، ما بالك بقى ان انت اساسا متطوع وبعد كده انت بتموت. هو عايز يقول له كده، فقال له وبذلك او لذلك فليعمل العاملون. هو فعلا كان بيذل نفسه، هو هيموت خلاص وبرضه مش هياكل، هو عايز يقابل ربنا سبحانه وتعالى، هو مذلول ليه، هو منكسر ليه، منكسر لربنا سبحانه وتعالى مش منكسر لاي حد تاني. رابع حاجه وهو قتل بذور الشر.
كل حاجة جواك فيها شر فالصيام بيقتلها. كل حاجة كل حاجة. الإمام ابن القيم يقول لك إن كثرة الطعام هو أكثر داع من دعاء أو الذي يدعو إلى أنواع كثيرة من الشر. أما أنت تاكل كتير فأنت بتدعو نفسك إن يجي لها، أو بتدعو الشهوات والمعاصي لا تجي لك. وإذا امتلأت البطون كثرت المعاصي وثقلت عن الطاعات. يعني أنت بتيجي تاكل كتير فأنت بتحاول تعمل معاصي، أنت خلاص بقت محتاج بقى، وبعد كده تتقل عن الطاعات. الإمام ابن القيم برضه يقول لك إن لو أنت أكلت كتير فأنت بتضعف وتتكاسل، ولو أنت تيجي تتكاسل بتبعد عن الذكر. ولو بعد الإنسان عن الذكر ساعة واحدة هجم عليه الشيطان شهاك ومناه، فأصبح يعني يشتهي كل شيء. يقول لك إذا شبعت النفس جاعت كل الأعضاء، إذا شبعت النفس جاعت كل الأعضاء، وإذا جاعت النفس شبعت كل الأعضاء. أنت خلاص أنت بتحاول تمنع نظرك، أنت صايم أنا مش هبص على الحرام، أنت بتمنع نفسك، بتدرب نفسك. برضو الإمام يعني أبو سليمان الدرداني كان ماشي مع واحد اسمه أحمد، وبعد كده ماشيين مع بعض في مرة على مكان فيه زرع أو نبات، فشاف طائران أو طائرين وبياكلوا الحب. فبعد كده بعد ما خلصوا أكل وشبعوا فدعا الذكر الأنثى، فقال أبو سليمان انظر يا أحمد، بعدما شبعت البط دعته إلى ما ترى. إذا شبعت البط فهي تدعو إلى المعاصي. إذا فأنا عايز أقول لك إن أنت بتقتل كل شهوة جواك عن طريق الصيام. الشباب اللي بيقول لك إحنا عايزين نتجوز بس مش عارفين ومفيش أمور تسهل لنا الكلام ده، الصيام هو العلاج. وأحدث الأبحاث العلمية أكدت إن الصائم بينخفض عنه هرمون الذكورة جدا، وبعد كده لما يفطر بتتضاعف. وهنا الإعجاز الرباني والإعجاز النبوي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أحدث الأبحاث لسه منتشرة بالكلام ده دلوقتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها من 1400 سنة. أنت عايز تعالج نفسك، عايز تبعد عن الشهوات، عايز تغض بصرك، عايزة تغض بصرك، عليكم بالصيام. أما خامس حاجة فهو إن أنت أو الصيام ده هو دواء الدنيا والآخرة. بيقول لك إن المرض أو إن المعدة هي دار الداء، المعدة دار الداء. فأنت حاول بقدر الإمكان إن أنت تخف من طعامك، علشان قلت لك إذا جاعت النفس شبعت كل الأعضاء. فإذا أنا عايز أقول لك إن سيدنا لقمان كان بيقول لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نست الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. إذا امتلأت المعدة نست الفكرة، أنت مش عارف تفكر، لو أنت مليت بطنك كتير مش عارف تذاكر، مش عارف تعمل أي حاجة. وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ده ملخص الصيام. أنا مش عايز أطول عليكم في الموضوع، ولكن الموضوع باين جدا. أنت بتصوم فأنت عرفت ساعتها إن أنت عندك إرادة إن أنت تمنع نفسك من الشهوات أو الغرائز المحللة اللي هو الطعام والشراب. فأنت عرفت ساعتها إن أنت ممكن برضو تقدر تغض بصرك، تقدر تعمل كل حاجة ربنا كان محرم عليك أنت قادر عليها. فأنت كده عرفت. إذا الصيام أصله تدريب النفس على الحرمان، علشان أما تيجي تحرم من حاجة هي مش مكتوبة لك أنت ساعتها ما تتعبش ولا يحصل لك حاجة. أما الواجب العملي فهنتفق الأسبوع ده زي مرة فاتت اتفقنا إن إحنا نقرأ القرآن. عايزين نتفق النهاردة إن إحنا نصوم يوم الاثنين والخميس الجايين، بنية إن ربنا سبحانه وتعالى فعلا يرزقنا إن إحنا نستفيد من الصيام ده فعلا، علشان فعلا أنت بتحس إن أنت بتصوم علشان تدرب نفسك على البعد عن الشهوات وعن المعاصي، وعلشان تشفي قلبك، والله العظيم ربنا هيعينك. فانت يعني واجب العمل بتاعنا النهارده ان شاء الله الاثنين والخميس الجايين نصومهم ونصوم مع بعض ان شاء الله، علشان نروح ربنا سبحانه وتعالى نقول يا رب احنا صمنا الاثنين والخميس، علشان نحاول
نبعد عن الشهوات، والحمد لله جابت نتيجه معانا واصبحنا مستمرين على الكلام ده. ما تنساش الاتفاق اللي بيننا اللي هو داوم متصل. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.